فالمهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتعد عن الطرق على الوتر الحساس، لأنه يعلم لا دولة لشيعتنا قبل دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لكن عليه من ركز على جوانب تنفع الأمة. من أبرز مقومات الجوانب الإنسانية اللي ركز عليها الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. يعني شلون؟ انت ملاحظ هي مدرسة علمية، مو بيها علم فلك، بيها علم طب، بيها علم فقه، بيها علم القرآن، بيها علم رجال، بيها متنوعة. وكل الأكاديمية العلمية الآن مدينة لعلم جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. لكن أعطى اهتمام مميز للجانب الإنساني. ليش؟ لأنه العلم إن أفرغت من محتوى الإنساني تحول إلى بلاء. يعني شلون؟ يعني افرض علم عالم واحد في علم الطب، واحد عالم في علم الصيدلة، علم لو مو علم، وعلم محترم جدا وشهادة عالية ياخذ جدا، لكن هذا إذا ما عنده إنسانية ينفع بعلم الطب؟ ينفع الناس؟ ما ينفع الناس. أعطيك مثلا الآن الناس تشكو في أكثر من مناسبة عن بعض والله أكو أطباء مجاهدين موفرين عياداتهم للفقراء، طلعوا للحشد الشعبي ساهموا، قدموا جوانب إنسانية، وأكو بعضهم كل هم الدولار أن يجمع دينار، بحيث الناس تشكو الآن من بعض الوصفات الطبية التي لا تقرأ إلا من قبل صيدلية واحدة محددة. طبيب يوديه يقول له روح اشتري هذا العلاج من هاي الصيدلية، روح للصيدلية الأخرى يقول له عمي ما عندي، هو مو ما عندي، ما أعرف يقراها بس يستحي يقول ما أعرف أقراها، ويرجع للأخرى وما يعرف يقراها، يقول له ليش ما أخذتها من فلان؟ لأنه أكو اتفاق بينه وبينهم، إشارة شفرة، مو يكتب بالصريح بالمكشوف بالمعروف، لأن أكو نوع من أنواع العلاج قد يكون اكسباير، قد يكون ما يحتاج المريض، لكن المهم أن يمشي هذا، لأنه مقابل حصة، مقابل كوميشن، إما سفر البيلاروسيا أو تذكرة سفر لأوروبا أو تبريد كنتوري، حسب ضخامة المال. بربك هذا تحترم علمه، تحترم شهادته. إذا ما عنده إنسانية، كل شيء إذا أفرغت من محتوى الإنساني يتحول إلى ناب ومخلب، يحول الدنيا. ستجيب من شركات رصينة، هذه أجهزة الإيكو، أجهزة المفراس، أجهزة الرنين، مو ذني الثلاثة المهمات الآن عندكم اللي تكلفكم يعني واحد اللي يبيع أغراض من بيته يلا يروح يسوي له رنين لو شيء. كثير من المستشفيات تروح تلقيه يقول لك عاطل. بس ليش عطل؟ يعني صار له يومين ثلاثة من شغل، احنا شو وقت جانا مفراس وشكل ما لحق يعطل. اكو ممكن ان تكون ايادي فاسده مسمومه تعطل الجهاز حتى العصر يشتغل الجهاز مال العيادات الخاصه. خو بعد هذا العلم انتهى لو ما انتهى؟ انتهت الانسانيه. ولذلك انت شوف ملاحظه ساعدنا في الظاهره غريبه مع الاسف، كون نعيد النظر بها. الظاهرة اللي يفترض أن يعاد النظر بها عدم الاهتمام بدرس الإسلامية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. في أغلب المدارس يعتبرون درس الإسلامية درس ثانوي، وخاصة في أيام البكالوريا، مو أكو الصفوف المنتهية يصيحوا لها، بالصفوف المنتهية دائما يأخذون درس الإسلامية، أبو الكيمياء، أبو الرياضيات، أبو الفيزياء، أبو هذه، يقول الطليعة هي إسلامية إيش عندك به؟ بينما هدف الإسلام، هدف القرآن، إنما بعثت لأتمم، مو أجي أسوي فيزياء وكيمياء بلا أخلاق. إذا سويتها بلا أخلاق تتحول قنبلة ذرية تبيد الإنسانية، لكن إذا صارت بها أخلاق واقترنت بالأخلاق، والله شلون ما يكون الجهاز عاطل يجي الضمير النقي النظيف يجهد نفسه حتى يصلح هذا الجهاز ويخدم به الإنسانية. فأول ما بدأ الإسلام بتنظيم المنظومة الأخلاقية. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فرد يوم صارت مجاعة بالمدينة، عند المشرف على المواد أو التموين لعائلته اسمه معتب غلام، قال له معتب ايش عندنا؟ ما عندنا من أموال من شيء، شنو الناس تشري يوم بيومه، تتذكرون مو مرت علينا فترة نشري يوم بيومه حتى الطحين. هذا معتب عبالة الإمام يريد يطمئن على نفسه، قال له لا أنا ما أقصد أطمئن على نفسي. قال له سيدي اطمئن، بعد 6 أشهر يكفينا الطعام الموجود في خزانتنا.
قال له معتب اليوم يطلع هذا الطعام مال 6 أشهر ويطرح في السوق يباع. الاحتكار محرم، هو اللي يسوي المجاعة. يعني يريد يربي الأمة على الشعور بالمسؤولية، مو من يجي شهر رمضان السلعة تصعد. مو بشهر رمضان تصعد السلع، لو ما تصعد تصعد. دجاج إذا كيلو 3 وربع برمضان يصير 5. ليالي القدر هم يصعد شوية شوي لين يصير عليه سحب وطلب أكثر. الإمام الصادق سلام الله عليه رب الأمة أن الشعور بالمسؤولية، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يوم من الأيام يبعث على رجل من أصحابه اسمه مصارف، يقول له هذه 1000 دينار، ال1000 دينار خذها واطلع بها للتجارة، عيالي كثروا، أنا أحتاج مصدر، أحتاج مال. طلع هذا الرجل وين راح؟ راح إلى مصر، قافلة تجارية، تبين السلعة اللي ماخذيها، الحاجة اللي ماخذيها عليها طلب بمصر. من لقوا عليها طلب شددوا القبضة، شدوا القبضة على الناس، ما باعوا إلا دينار بدينار، يعني السلعة بالضعف. رجع مصارف مرتاح نفسيا للإمام سلام الله عليه، قال له سيدي أنا ربحت هاي 2000 دينار، هاي الألف اللي أعطيتني إياه وهذا 1000 دينار مع الربح. قال له 1000 دينار تربح دينار بدينار ومن مسلم؟ تدري مصارف يقول الإمام ال1000 دينار ما مسكن حتى بإيده، وإنما أبعدهن بالعصا، أبعدهن علي بالعصا، قال له خذهن، أنا أربح من مسلم دينار بدينار، وأنت مكيف جايني ربحان 1000 دينار. يا سيدي الآن أنت أرجوك، هسه من يصير واحد يمر بضائقة ويريد يروح للعلاج وما عنده إلا يبيع سيارته، يريد يروح للعلاج ما عنده، ممكن يضطر يبيع بيته، يمر بنائبه ابنه يسوي له مشكلة ويتكلف فصل، وما شاء الله بالجنوب ايش كثر تدفع الديات والفصول. تتوقع اكو ناس واحد يتصل على الثاني، هذا بيطق نازل، خوش بيت، خوش سيارة، اخذه بأقل من قيمته، ترى مضطر محتاج، يعني حتى لو تطيتش بتفاليس يبيعها، ما يصير. مو من الدين هذا، مو من القيم. مفروض أنا أشعر بحاجته. فالإمام سلام الله عليه رجع إلى 1000 دينار على مصارف. هسه قد واحد يقول مو المؤمنون مسلطون على أموالهم؟ أقول لك بلى، مسلطون على أموالهم، لكن يا سيدي خلاف المروءة أن تربح دينار بدينار، خلاف المروءة، ومن لا مروءة له لا دين له. وإحنا مو بس هذا الربح دينار بدينار وعمله أخذ، لا يا سيدي، وإنما هناك من مفتحين مكاتب للربا، ودرهم من ربا أعظم عند الله من 36 زنية كلها بذات محرم. اسمعها، طب منها تطلع منك 36 زنية كلها بذات محرم، يعني واحد يزني 36 مرة بمحارمه ولا يأخذ درهم من ربا. وناس الآن مفتحة مكاتب من الربا، وتزوج أولادها من الربا، وتشتري سكن من الربا، وسيارات من الربا، بيت نار من الربا يمشي به طرق ويقطع به محافظات وما يخاف ويخلي الله وراه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لذلك يعطي فكرة من رسالته. احنا بنقول شيعة، شيعة الرجل، مو شيعة فلان قلنا على نهج فلان. الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه يقول إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحق وإن ضرك على الباطل وإن نفعك. سمعت الحديث لو ما سمعته؟ أن تؤثر الحق وإن ضرك على الباطل وإن نفعك. يعني شلون؟ أمامي خيارين، خيار باطل أستفيد منه وخيار حق ما أستفيد منه، المن أختار؟ إذا غازلتني الغريزة والأنا حب الذات راح أختار ذاك. يعني أفرض الآن صندوق انتخابات، صندوق انتخابات عندنا، واحد مرشح من عشيرتي بس أعرفه لا يعطي له فقير، لا يعطي له يتيم، لا يساعد له محتاج، لا يقضي له حاجة، مو بس من عشيرتي. وواحد غريب ومن أتصل عليه ما يسمع مني، هو أصلا ما ينفعني لأن ما أعرفه. وبعدين لا تأخذه في الله لومة لائم، عنده دين وعنده قيم وثوابت.